السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاهلي بيفوز على الجونة بثلاثية ويفتتح التهديف امام عاشور في الدقيقة 37 بعد ما الجونة كان مقفل، او بصراحة ربنا كان مقفل جامد جدا لحد الدقيقة 37. كلنا عارفين الكابتن علاء عبد العال دايما بيلعب جيم دفاعي بحت، ونجح النهارده في تقفيل المباراة على النادي الاهلي لحد ما امام عاشور فك الشفرة بتسديدة ولا اروع. لما يكون عندك لعيب رجله عارفه طريق الجول وبيعرف يسدد كويس جدا زي امام عاشور فما تقلقش. النهارده امام عاشور مسدد تسديده صاروخيه لا تصد ولا ترد، الحقيقه هي دي اللي فكت المباراه وادت الافضليه للنادي الاهلي. والنهارده محمود متولي هو كمان سجل هدف، وبصراحه لعيب عالي جدا، بس الاصابات للاسف كانت سبب في عدم مشاركته مع النادي الاهلي لفتره كبيره جدا. بس الحمد لله او رجع بقوه، وكمان خد رجل المباراه. النهارده كهربا كمان سجل هدف، والحمد لله على الفوز طبعا. انما والله العظيم يا جماعه النهارده بالذات مش فارق معايا فوز ولا مش فوز، قد ما كان فارق معايا ان معلول يكون الكابتن لاول مره من لحظه دخول النادي الاهلي. النهارده كولر كان بادئ بالسوليه، ولو بدا برضه كان هيبقى الكابتن. السوليه بلغ الجهاز الطبي وكولر قبل المباراه انه حاسس بشد خفيف، فكولر فضل انه يريحه ويلعب بكريم نيدفيد. وللاسف برضه كريم نيدفيد كان هو الكابتن. ولكن دي بقى اللحظه المهمه جدا في حياه كل اهلاوي بيحب علي معلول. الفكره مش مين يلبس شرط الكابتن، الفكره هي ان علي معلول يستاهل كل حاجه جميله، وده اللي بنتكلم عليه واللي الجمهور عايزه لعلي معلول. ما بيبخلش بمجهوده ابدا جوه الملعب، وطبعا مهما اتكلمنا مش هنوفيه حقه. وفعلا الاهلي هيعاني فتره كبيره جدا بعد رحيل علي معلول او اعتزاله. الغريب ان كولر بيقول لك ان انا سعيد جدا بارتداء معلول لشاره الكابتن. طب يا عم كولر، نزلت نيدفيد ليه؟ كنت خلي علي معلول يبدا الكابتن من البدايه، كنت قاعد نيدفيد ونزل اي حد. لكن الحمد لله على الفوز، واننا شفنا اللقطه دي الاهم بالنسبه لي وبالنسبه لكل حد بيحب علي معلول. وبالمناسبه دي تعال نتعرف على بطولات علي معلول مع النادي الاهلي. 5 بطولات دوري، و4 بطولات كاس، و5 بطولات سوبر مصري، و3 بطولات دوري ابطال افريقيا، وبطولتين سوبر افريقي، و3 برونزيه كاس العالم للانديه، وهداف كاس العالم 2023. اكتر لاعب اجنبي سجل اهداف في تاريخ الانديه المصريه ب 135 مساهمه، وهو ده قائد فريقنا. اسرع ديليفري في مصر علي معلول ملك الحلول. نروح لحمدي فتحي لاعب النادي الاهلي المحترف في قطر. حمدي فتحي نجم النادي الاهلي السابق ونادي الوقر الحالي. الوقر القطري طبعا بيفوز مع فريقه بكاس قطر، وبالمناسبه دي تاني مره يفوز فيها فريق الوقر القطري ببطوله كاس قطر. حمدي فتحي يستاهل كل خير بصراحه. ربنا يوفقك يا حمدي، ويا رب مزيد من النجاح في مشوارك الاحترافي، وان شاء الله باذن الله نبقى نشوفك في الاهلي تاني. ومن كرة القدم لكرة الطايرة، الزمالك لسيدات الطايرة بيفوزوا على الأهلي في البطولة الإفريقية. هارد لك للاعبات الأهلي، عملتوا مباراة كويسة وأنا اتفرجت عليها والله، ومبروك لنادي الزمالك وجماهيره. وفي النهاية يا ريت تدعمني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.